الرمي الاحترافي، تقنيات الحراقين، الغطس، يحترف أفراد المركزة الخاصة بالتدخل للدرك الوطني تقنيات متعددة في شتى مجالات التدخل الخاص، حيث تفرض المفرزة وجودها بامتياز في ميدان تخصصها، إذ تطلع دوما بالمهام الخاصة المسندة إليها كالحماية والمرافقة، الحماية المقربة، الإغاثة والإسعاف، وكذا التدخل في الحالات التي تعجز فيها الجهات المختصة. فمن رحم المخاطر يحقق أفراد المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني النصر بأقل التكاليف الممكنة، فهم يعملون دوما وبدون انقطاع ليلا ونهارا في جو مفعم بالحيوية والنشاط، ومشحون في الوقت ذاته بالمخاطر بأداء منسق جماعي وفردي. تتم عملية الالتحاق بالمفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني من خلال انتقاء المترشحين المؤهلين بعد اجتياز امتحانات القبول الصعبة التي تعتمد في جوهرها على التمارين الرياضية والعسكرية وكذا القتالية. يخضع فرد المفرزة إلى اختبارات بدنية وأخرى صحية خاصة بأفراد الملاحة، يتابع بعدها الناجحون على مدار 6 أشهر تكوينا وتدريبا قاعديا دون انقطاع، حيث يتلقى من خلاله كل قواعد التدخل في شتى المجالات، إذ تعد له بمثابة القواعد الأساسية للتدخل الجماعي والفردي، وتكون له مرجعية في التكوين المتواصل. بعد اجتياز هذا التربص بنجاح يضم إلى صفوف فصائل التدخل حسب ما تحدده النتائج في جميع المجالات التي يتكون فيها، وبانضمامه إلى صفوف المفرزة يدخل في مرحلة جديدة هي مرحلة التكوين المتواصل والشامل في شتى الظروف وفي كل الأوقات، مما يجعله عنصرا محترفا يعول عليه لأداء مهامه بكل إتقان. يتابع الفرد التقييم المسيري والسنوي على حد سواء قصد اختبار قدراته ومؤهلاته، وعلى ضوئها يتقرر بقائه في صفوف الوحدة أو صرفه إلى وحدات الدرك الوطني
واحترام حقوق الإنسان بالمحافظة على الأرواح خلال عمليات التدخل لتحرير الرهائن أو الحماية والمرافقة، وكذا أثناء عملية الإغاثة والنجدة. ولا يتأتى لترتيب المفرزة الوصول إلى هذه المواصفات إلا بفضل التكوين المتواصل والشامل التي تعكف على أدائه إطارات أجزاء من عناصر المفرزة تلقت بدورها تكوينا متعدد التخصصات بداخل الوطن كتكوين الساعد أو خارجه بالوحدات الإنسانية المختصة. تشغل الرياضة حيزا كبيرا من البرنامج السنوي لأفراد المفرزة باعتبارها أساس كل عمليات التدريب لتحضير الفرد ماديا ومعنويا وجعله في حالة استعداد تام وتأهب مستمر للتدخل في كل الحالات وكل ما اقتضت الضرورة كالكيك بوكسينج مثلا أو رياضة الكاراتيه أو حتى رياضة الإنسان. تعتمد المفرزة في إطار عملية التكوين المتواصل الشاق على إجراء دورات تدريبية في المناطق الشبه الصحراوية أو الجافة التي تصل درجة حرارتها إلى ما يفوق 45 درجة مئوية، كمسير الصاعقة الذي يقضي فيه درجة المفرزة على مدار 14 ساعة ما يقارب 60 كيلومتر ما بين عاصمة ولاية الجبال ومدينة القنيطرة قصد الوصول بهم إلى أكبر درجات التحمل. أضحى من الضروري أن يتمتع أفراد المفرزة الخاصة للتدخل بالدرك الوطني بتقنيات عالية في استعمال السلاح وفي احتراف تقنيات الرمي بكل أوجهه من رمي خاطف إلى رمي الدقة وصولا إلى رمي الثقة، وهذا بفضل التدريب اليومي الكثير لتطوير مهارات الرمي بمختلف الأسلحة. وفي زمن مشترك يثبت قناصو المفرزة الخاصة بالتدخل بالدرك الوطني قدرات عالية في عملية الرمي الموحد بإصابة الهدف. إذا كان الخطأ يكلف غاليا ففي عالم المتفجرات مآله الموت والحركة فيه بحسابه والوقت جزء من العلاج والنجاح. هنا يبرز دور زمرة الحراقين في التعامل مع مختلف صنوف المتفجرات باستعمالها أو بإبطال مفعولها، وكذا بمعاينة الحقائب الملغمة، وذلك عن طريق استعمال وسائل الكشف الخاصة بالوحدة، حيث يتم بعث آلة روبو التي تقوم مقام الحراق باعتبارها مجهزة بكاميرات ومدفع، إضافة إلى مزايا أخرى كالتفتيش، الجر، وحمل الأهداف المشبوهة وتفكيرها ضمانا للأمن والسلامة العمومية. قد تصطدم أحيانا عملية التدخل بحواجز مالية، لذا كان من الواجب على المفرزة الخاصة بالتدخل بالدرك الوطني أن تنشئ زمرة الغطاسين التي تنطلق بدورها باجتياز مختلف الحواجز المائية باحتراف تقنية العبور، لتشكل حلقة متكاملة من عمل جماعي منسق أثناء عمليات التدخل والنجدة وكذا الإسعاف باستعمال مختلف وسائل العبورية لديها. وللحبال دورها في مختلف عمليات أفراد المفرزة، فهم يحترفون كتكوين عام مختلف تقنيات العبور
التدخل أو تقديم مساعدات في النجدة والإغاثة. وبهذا تداعب آيات أفراد المفرزة الكبار بمختلف صنوفها وعقدها يوميا، مما أكسبها تقنيات بالغة في الاستعمال. كما يحترف أفراد المفرزة تقنيات عالية ومهارات كبيرة في مجال الحماية والمرافقة للشخصيات السامية وإخراجها من دائرة الخطر بكل الوسائل المتاحة لديها عند الضرورة، مبرزين في ذلك عمل جماعي منسق ومدروس بين خلايا الأمن والحماية. دفعنا الشوق للتعرف أكثر على هذه الوحدة الخاصة والصفوة العملياتية، حيث كان لنا شرف الحضور إلى بعض التمارين التدريبية حول الرد على الكمائن بطريقة احترافية استعملت فيها الذخيرة الحية، واعتمدت فيها تقنيات حديثة مستلهمة من عمق تجربة أفراد المفرزة، والتي تخرج في جوهرها عن الإطار الكلاسيكي القديم الذي أثبت فشلا ذريعا في الميدان. ليلهم كنهارهم، يثبتون دوما وبدون هوادة كفاءة في الأداء ومهارة في التنسيق وفعالية في الميدان، يتحكمون في المخاوف ويخرجون النجاح من